هل تعرف المنافسة في الصيد ممكن تبقى شرسة قد إيه؟ الراجل ده كان لسه ماسك سمكة صغيرة وفجأة اتلم عليها عدد كبير من الصيادين. اتضايق وغير مكانه، بس أول ما رمى الصنارة تاني اتجمع عليه صيادين أكتر، فقرر يدخل مية أعمق. طلع شنطة العدة بتاعته واستعد يكمل صيد، لكن أول ما رمى الخيط اتشابك وبقى عقدة كبيرة ملهاش حل. على طول بدل لقصبة صيد ذكية بتفك التشابك لوحدها، بس برضه ممسكش ولا سمكة. محبط علق الصنارة في طاقيته وفجأة مسك سمكة كبيرة. بعد كده جرب يستخدم بيض السمك كطعم، لكن السمكة الكبيرة قلبت البيض لبيض مخفوق. في الآخر الراجل قرر يغير شغلانته ويبقى صياد بط بري. بس وهو على وشك يضرب لقى أرض الصيد مليانة ناس، والبط كان خالع ريشه وطاير بمظلات، فاشترى صفرة بط شبه الحقيقية، لكنه اكتشف إن البط نفسه بيعرف يستخدمها. ومع إنه ما بقاش عنده اختيارات اضطر يغير خطته تاني. بس شريك الصيد بتاعه استخدم طعم أقوى منه، فاتفرض عليه يغير شغلانته مرة كمان. ومع كده المنافسة في المجال الجديد. صمم مجموعة معدات خاصة وأصر إن مديره هو اللي يجربها الأول، وبعد ما سمع شوية طلقات نار حس إنه مهزوم تماما. فجأة لمح غزال وجرى وراها على طول، وبعد شوية الصيادين التانيين رجعوا بغنايمهم، بينما الراجل ده بقى هو غنيمة الغزال.